الرحمن الرحيم. شوفوا البسكوت بتاعي النهارده روعه وشكله جميل وطعمه جميل. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. كده انا جبت بوله، عندي بوله وعندي كوبايه سكر وكوبايه زيت 3 كوبايات دقيق نفس المعيار، وعندي بيضتين. طبعا بيضتين حط عليهم حبه خل، نسيت انا اصلا اقول في المقادير حط عليهم حبه خل علشان لازم البيض تحطي عليه معلقه خل علشان ريحه الزفاره اللي فيه. انا كده هنزل بالبيضتين وهنزل عليهم بكوبايه الزيت واضربهم حلو قوي. هنزل بكوبايه الزيت عليهم اهوت، اضربهم كويس قوي كويس علشان الزيت يتدخل مع البيض وما يبانوش من بعض. تمام، ايوه كده لازم تضربي يعني تتقني الموضوع ده. انا هنزل بمعلقه الفانيليا، لان بيض معناه فانيليا، معناه ذره الملح بتاعتنا اللي هي سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. كده معلقه الفانيليا، وهسيب طبعا معلقه البيكنج باودر مع الدقيق مع المقادير الجافه. حلو قوي كده. انا هجيب كوبايه السكر وهبدا انزل بحبه حبه، هدوبهم حبه حبه معايا في الطبق اهوت حبه حبه كده، مش هنزل بالكوبايه كلها مره واحده، لا ايوه كده هنزل بيها 3 مرات. حلو قوي كده. انا اقلبه كويس، لازم اقلبه كويس ويتدخل كله في بعضه اهو. يعني هو الموضوع دوت المقدار من البسكوت ال10 دقايق اللي محير الناس كلها على اليوتيوب ده مش محتاج مضرب كهربائي، لا هو محتاج استعمال يدوي. هنزل بالدقيق اهوت كوبايه كوبايه كده. الكوبايه ديت نزلت بها على مرتين علشان اشوف العجينه لو تقلت على المضرب انا هرفع المضرب، لكن هي لسه ماشيه وشغاله هي الحمد لله كده تمام قوي. هنزل بالتانية واقلبها حلو قوي، اقلبها حلوه قوي. معلقه البيكنج باودر علشان المكونات الجافه. دي اخر كوبايه دقيق انا هنزل بيها. تمام كده. هي اصلا العجينه تقلت على المضرب، فانا هحاول اعجن بايدي علشان طبعا انت ما بتعجني بايدك اكيد بتحسي بملمس العجين وبتعرفي ان هو خلاص مش مثلا مش محتاج دعكه اكتر من كده، لا هو انت بتحددي بايدك انت. انا من نوع من الناس اللي بتحب تعجن بايديها يعني. انا هعجن وهرجع لكم تاني، هعجن العجينه ديت وارجع لكم تاني ان شاء الله. انا عجنتها هو رجعت بعد ما عجنتها قسمتها نصين عشان انا هحط في النص كاكاو ونص هسيبه ابيض. ايوه معلقه كاكاو اهي، معلقه كاكاو يعني معلقه لبن، يعني انا هحط معلقه كاكاو لازم معلقه لبن علشان ده طبعا مقدار حاجه جافه دخلت زياده على على مقداري. فانا هحط مقدار معلقه الكاكاو وهحط دلوقتي عليها معلقه لبن بس ما هياش كبيره قوي. هدعكها حلو واخليها طبعا ما يبانش فيها اي لون ابيض، لا هي لازم كلها تبقى غامقه. ايوه هي العجينه جميله في ايدي وناعمه وما شاء الله ولا قوه الا بالله، ما شاء الله. هي فعلا بسكوت ال10 دقايق ده روعه 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 يعني. انا بقول اللي ما جربوش يجربيه والله. انا تالت مره اجربه يعني، بس قلت يلا ننزله بقى المره دي. ايوه معلقه اللبن اهيت نزلتها، ادعكها حلوه قوي في الكاكاو علشان الكاكاو ما يخليش العجينه ناشفه. تمام كده. انا دعكتها حلوه قوي. انا هغطيهم وبعد ما اغطيهم انا هرجع تاني. شوفي العجينه حلوه ازاي، هي كده جميله قوي العجينه حلوه قوي ما شاء الله. اغطيهم طبعا علشان يستريحوا شويه. تمام كده. اغطي الاتنين واقوم راجعه لكم تاني. كده رجعت تاني بعد ما استريحوا شكلهم ما شاء الله. العجينه في ايدي جميله بسم الله ما شاء الله. هكورها كده واجيب صينيه وادهنها زيت واحطها فيها الكور دي هي العجينه عامله زي الحلاوه زي ما بيقولوا جميله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. انا بقى هعملها بالسكينه كده، هديها خطوط طول وخطوط عرض. هو بس منظر لا اكتر يعني. هو ممكن تعمليها مدوره كده وخلاص، بس هي يعني المنظر ان انا اعمل بسكينه كده بيديلها شكل جميل يعني كويس شويه بالسكينه كده جميله جميله. انا هعمل لكم 2 كمان انتوا معايا كوريها ما تكبرهاش قوي. جميله جميله ما شاء الله.
كور بقى حته بيضه بردك. لايك واشتراك لو سمحتم للقناه، لو اللي ما شافنيش. اللي شافني اول مره يعمل لايك واشتراك، واللي معايا من زمان منوريني يا حبايب قلبي. جميله جميله ما شاء الله ما شاء الله. انا بقى هخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني ايه ان شاء الله. انا كده خلاص خططت الاتنين دول، وهخلص الكميه كلها وارجع لكم. كده رجعت لكم تاني بعد ما خلصت. شوفوا انا مليت الصينيه كلها. انا هدخلها الفرن، هي هتبقى على درجه حراره 180. هي مش هتاخد اكتر من 10 دقايق بالظبط او 12 دقيقه في الفرن. وطبعا البسكوت الابيض هو هيعرفنا ان الغامق استوى، لان هو التاني هو الفاتح. الله، ورجعت لكم تاني اهو بعد ما استوى. جامد 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 ما شاء الله ولا قوه الا بالله. قلبه روعه، طري من جوه وهو كريسبي من بره، ومذاقه جميل جميل بجد. لو عجبكم الفيديو بتاعي اهو، بصي البن زيه بالظبط. لو عجبكم الفيديو بتاعي اعملوا لايك، سبسكرايب، وفعلوا الجرس، واللي ما شافنيش يشوفني واللي ما اشتركش يشترك. يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب قلبي. نورتوني وشرفتوني، ويا ريت تدوم ما تنسونيش بتعليق حلو منكم كده علشان ايه تشجعوني. ودمتم في رعاية الله.